يقولون إن الأب هو السند، ولكن في قصتنا هذه كان الأب هو أول من خان، فبعد وفاة زوجته ولكي يرضي زوجته الجديدة قرر أن يتخلص من ابنته اليتيمة بأبشع طريقة. لقد باعها لرجل ثري ومشلول لتكون له خادمة في ثوب زوجه. ظن الأب أنه بذلك قد اشترى رضا زوجته، لكنه لم يكن يعلم أنه في الحقيقة لم يبيع ابنته فقط، بل باع سعادته الأبدية، واشترى بثمنها حزنا وندما سيظل يأكل قلبه حتى الممات. فالجحيم الحقيقي لم يكن في انتظار الابنة، بل كان في انتظار زوجها المشلول ثم في على يد أقرب الناس إليه. فكيف اكتشفت هذه الفتاة المسكينة سر شلل زوجها الحقيقي ومن كان يضع له السم في طعامه كل يوم؟ وكيف تحولت من خادمة مهانة إلى سيدة القصر الحقيقية التي انتقمت لزوجها وأعادت له حقه؟ قصة إذا سمعتموها ستؤمنون أن الله إذا أراد أن ينصر مظلوما سخر له أضعف خلقه ليهزم أقوى الطغاة. قصة عن الفتاة التي دخلت قصرا لتهان فجعلها الله ملكة عليه. قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يحكى أنه في قرية هادئة كان هناك بيت صغير لا تفوح منه رائحة الغنى، بل تفوح منه رائحة الرضا وحكايات الأمهات. في هذا البيت كانت تعيش فتاة اسمها نورة في حضن أمها فاطمة. كانت الأم مريضة، وكان المرض ينهش جسدها يوما بعد يوم، لكن روحها كانت أقوى من أي مرض، وكانت كل طاقتها المتبقية مكرسة لابنتها الوحيدة. لم تكن فاطمة تملك مالا تتركه لابنتها، لكنها كانت تترك لها كل ليلة كنزا أغلى من كل كنوز الدنيا. كانت تجلسها بجانبها وتمسح على شعرها بيدها الدافئة التي بدأت تبرد، وتقول لها بصوت هادئ وحنون: يا نورة، يا ابنتي، اسمعيني جيدا، أنا لن أعيش لك طويلا، والدنيا ستتغير من بعدي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما ووجدت نفسك في ظلام لا تري فيه أي نور، تذكري وصيتي هذه: ليس كل شيء سيء تراه العين هو شر، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ارفعي يديك إلى الله وسلمي أمرك له، وقل لي لعل في هذا الأمر خيرا لا أعلمه. جاء اليوم الذي استيقظت فيه نورة لتجد أن يد أمها التي كانت تمسك بها قد أصبحت باردة تماما. في ذلك اليوم لم تمت فاطمة فقط، بل مات معها عالم نورة